بالله. اليوم الناس ما تتعظ، افعل ما افعل من المخالفات ويقول ايش؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ولا يقول اللي ما يوافقهم صهيوني مدعوم. ليش؟ لأنه ما قال كم من فئة قليلة، كافر بالقرآن، لأن الله يقول في القرآن كم من فئة قليلة، وهذا يقول لا أنتم ليش قليلين تقاتلون ايش؟ جيش جبار عنده. لا بس انكسر اقتصادهم ونزلت عملتهم والناس ما قاموا ينفرون. ايش الكلام هذا؟ يعني انتم راح المسلمين عندكم يعني لا شيء. المهم عملتهم تنكسر، وان السياح ما عاد يسافرون لهم، وان الناس قاموا ومو ارواح المسلمين ودمائهم واعراضهم لا قيمة لها. انا لله راجعون. وطيارة اتصال اصلا ما عندهم مضاد للطيران. اهل غزة ما عندهم مضاد للطيران اصلا. نفس اللي ضربه وراح وين دخل؟ دخل في الخندق، ما عندهم إقامة. منين طيارته قاعد تطيح؟ هذه ألعاب تضحك على المسلمين، تضحك على المتبرعين. الناس اندكت وتضحك عليهم بالأفلام، بالإلكترونيات، أفلام. ايش هذا؟ أين تذهبون من الله عز وجل؟ إنا للسوء الآن فيه. انظر الآن في شيء في الصوت والصورة. كان عندهم شوارع وكان عندهم مساجد، كان عندهم آلاف من حفاظ القرآن ومئات المساجد ومستشفيات ومدارس ومطاعم وشوارع وجامعات، وعايش الناس صح في ضيق، صح في بطالة بكل مكان. حتى في الدول الغنية في بطالة، حتى في أكبر الدول وتقدما الناس نايمة بالشوارع. أمريكا اللي هي أمريكا ايش كثر الناس فيه؟ ناس أقوام نايمين بالشوارع. يعني الآن مو الفارق أصلا من أول ميتين. دكتور بالشريعة يقول هو منزل، مو فارق اصلا اهل غزه صار لهم 15 سنه اصلا ميتين. يعني هذا اللي حاصل الحين احسن حالا من قبل اقصى طوفانهم هذا. لا اله الا الله. ما ادري كيف يواجهون الله عز وجل هؤلاء. وبعضهم لحد الان يدافع، لحد الان يقول لا صح انتصروا بجميع المقاييس. انتصروا؟ اي انتصروا؟ تضحك على نفسك ولا على المسلمين ولا على الناس. يضعون افلام، يضعون لقطات. قال الله فيهم ان تنصروا الله ينصركم، نصروا الله. فكانوا حق بالنصر لانهم نصروا الله عز وجل، وحدوا الله عز وجل، ما يكفرون بالله، ما يشركون، ما يستهزئون بدين الله. ما عندهم ما عند جمهور المسلمين اليوم. جمهور المسلمين اليوم عندهم من المعاصي والمخالفات والشرك والبدع وسب الله ورسوله واستهزاء بالدين. ولو بعض الامم عذبهم الله ببعض معاصي الامم اليوم، ببعض معاصي الأمة اليوم موجودة. ما الذي أصلا اليوم ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الشرك إلى البدع إلى الكبائر إلى الربا إلى الزنا إلى التبرج إلى السفور إلى القطيعة إلى العقوق. اجتمعت فيهم معاصي الدنيا كلها. ذاك بعض الناس الآن يقول لك يدخل في حرب عدد فئة من الناس محارب له دولة عظمى. يقول لك الصحابة كانوا 300 واحد واجهوا 900 واحد. ينظر لها فقط النيش نسبة ايش؟ 300 إلى 900. ما ينظر إلى ما كان عند الصحابة من إيمان وتوحيد وثبات. يعني يرى فقط، ينظر إلى الكم دون أن ينظر إلى إيش؟ الكيف. هؤلاء